لم تأتي في فرقة من الفرق أحاديث مثل ما جاء في الخوارج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أبغض خلق الله إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: شرار الخلق والخليقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي: كلاب النار. وعند أحمد: كلاب النار كلاب النار كلاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أدركتهم في صحيح البخاري: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. وعند مسلم: لقتلتهم قتل عاد وثمود. نبيكم من شدة بدعة الخوارج تمنى أن يستأصلهم على بكرة أبيهم ولا يبقي منهم أحدا. وجه الدلالة من الحديث أنه تمنى قتالهم قتل عاد وثمود، وعاد وثمود ما بقيت عين تطرف على وجه الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفرقة: يخرج في آخر الزمن قوم، وفي لفظ أناس، وفي لفظ شباب، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه النصوص العظيمة ما يجعلك يا مسلم تتفكر 1000 مرة أن تعرف ما هي هذه الفرقة، من رموزها، من جماعتها، ما أسباب ظهورها، حتى تكون على بينة من أمرك.